انت عارفه ان الحاجات دي ما بشربهاش من النسوان الشمال. انت ايه مشكلتك يا ابني؟ دي حريه شخصيه. حريه شخصيه فيها يا بنت. هو انا عمري جيت قلت لك بطل سجاير؟ حريه شخصيه ديت لما ما تبقيش شايله هي حامل وبتشرب وانت عارف عادي بنعمل اللي في خيالنا. يبقى اشربها لي بقى والنبي. مش هنهلا بقى يعني احمد امك بتتصل. النهارده يا جماعه بدايه فيديو جديد، وبما ان انا اللي ببتدي الفيديو فكره الفيديو هتبقى مقلب. طبعا احمد وعمر بقالهم فتره عمالين يعملوا فيها مقالب، وبرغم ان انا تعبت في اخر مقلب ورحنا المستشفى بعد ما اكتشفت ان انا حامل، والدكتور قالت لهم ما تعملوش فيها اي مقالب ولا تضايقوها ولا تزعلوها، وهم مصممين ان هم يضايقوني ويزعلوني. فانا النهارده قررت ان انا ارد لهم مقلب صغير قد كده من اللي هم بيعملوه فيا. فكره المقلب هتكون عباره عن ان انا يعني هقعد قدامهم وبين لهم ان انا بقيت بشرب سجاير، بس طبعا انا مش عارفه اشرب من السجاير دي لانها مضره وعشان الحمل، وانا اصلا مش بدخن. في جهاز كده بيطلع بخار ميه، فهو هيطلع دخان بس، وهو مش هيبقى مضر عليا باي شكل من الاشكال. فانا هوريكم الجهاز دلوقتي نرمي دي عشان مضره. بصوا يا جماعه، هي دي البتاع اللي انا قلت لكم عليها، هي المفروض هي بتطلع دخان من هنا. المهم انا هستخدمها الاول مع احمد، يعني هو هيكون قاعد فانا هروح اقعد معاه عادي واكلمه في اي موضوع، وبعدين استخدمها، فالدخان بيطلع من هنا. فانا عايزه بقى اشوف رد فعله اول ما يشوف الدخان، هيتكلم ازاي، ولا هيقول ايه، ولا هيزعق لي، ولا هو عادي ممكن يسيبني، ولا دماغه هتمشي ازاي. فيلا نشوف. بصوا يا جماعه، النقاب ده اللي انا هقطعه طبعا ده شيشنا خالص، جبته من هنا من مكان اسمه العمريه، فهو مش نفس الماتيريال بتاعه النقاب اللي انا لابساها، فعشان ايه ما حدش يقول لي انت بتبوظي الانقابه، ده رخيص جدا يعني. انا دورت قلبت الدنيا ما لقيتش مقص، فهحاول استخدم السكينه دي، بس انا مش عارفه احدد بقي ازاي بقى. انا هحاول احدد، ممكن امسك من هنا كده، يا رب بس تنجح وما اكونش بوظت النقاب على الفاضي. نجرب ان احنا نستخدمها كده. احاول بقى ان انا اجرب ان انا ادخلها من الفتحه. فكره كويسه، بس انا حاسه يعني خايفه وانا بتحرك او في التصوير ان وشي يبان، وكمان البتاع ده مش مرتاحه فيه خالص، يعني مش برتاح غير في النقاب بتاعي، هضطر البس النقاب بتاعي تاني. فعايزه بقى اعمل تجربه اشوف هو الدخان اصلا هيبقى باين ولا مش هيبقى باين لان انا لابسه نقاب. يلا نجرب سوا. اظن ان هو باين. هو احمد دلوقتي بيشتري سجاير، فانا هضطر ان انا استناه. فبدل ما نستنى على الفاضي تعالى اوريكم عز هو بيلعب مع الجارو الجديد بيعمل ايه. طب شيله، يلا شيله. هتعرف تشيله؟ لا انت بتبوظ بس. بصوا يا جماعه، السربات اللي انا اشتريته العز اشتريناه اونلاين فطلع بالحجم ده، فنصيحه لكل اخت واخ، محدش يشتري اي حاجه اونلاين. هتبوظ الكاميرا ولا انت 24 ساعه بس بتبوظ كل الحاجات؟ تعالى يا زوز، الحق بيعضني دافع عن مامتك يا ابني، مفيش اي رجوله خالص. انقذني يا عم انقذني. ماشي يا عز ماشي، على فكره يعني كان عندي امل فيك اكبر من كده بكتير. انا هخليه يعضك انت. يلا روح عض هو انت بتعضيني انا. بقول لك روح عضه. الكلب ده مش مطيع خالص يا جماعه، محتاج تدريب وتعليم. بصوا يا جماعه، هو التصوير هيبقى من جوه العربيه دي، واحلى حاجه بقى ان عمر عامل فاميه ما بتبينش اي حاجه، ولا من اي حته ولا حتى من قدام من هنا ما بتبينش الدبانه. ما احمد جه دلوقتي، فادخل انت جوه العربيه صورني من جوه عشان هو ما ياخدش باله. انا هجيب كده. انت كنت فين يا ابني كل ده؟ لسه جاي. قاعده بقى ساعه مستنياك. I'm so sorry بجد. ما تجيب بق كده وانت في ايه؟ مش اي تقدير ولا اي ذوق خالص. تبقى قهوه؟ ايوه تشرب قهوه منين؟ بشرب قهوه. طب والحمل؟ عادي. لا يا ابني، ليا كوبايتين شاي او كوبايه قهوه او نسكافيه في اليوم، بس انت بتشرب بن غامق وما بحبوش. انا مش عارفه انت بتشربه ليه، وحش قوي قوي يعني. المهم انت عملت ايه بقى النهارده؟ عملت ايه فين؟ في اليوم عموما. هو ايه اللي عملت ايه؟ انت مش قلت لي هروح اعمل مشوار بعد كده اشتري حاجات واجي؟ ولا انت بتشربيه؟ ايه؟ ايه اللي انت بتشربيه ده؟ ده بتاع الجديد كده، اشتريته انا واصحابي منه. طب وريني ايه اللي انت واصحابك مين؟ طعمه حلو بس بيخلينا. اصحابك مين بس؟ صاحبتي اللي كانت جايه من الامارات، كنا شاريين من الحاجات دي. ازاي بتشربيها يعني وانت حامل؟ لا ما دي مش غلط. ازاي مش غلط؟ مش غلط والله، هات بس كده عشان ما. والا هات بس كده. انت بتشربي ايه ده؟ يا ابني دي بتاع كده يعني بتطلع واحنا هنخيب. يا ابني دي بتقلل التوتر. توتر ايه اللي بتقلله؟ اما بكون مثلا متضايقه ولا حاجه كده بنفخ فيها شويه. الكلام ده وانت حامل ينفع؟ يا ابني دي امنه 100%. امنه 100% ازاي يعني؟ ما مش مضره يعني مش دخان ده؟ لا امال ده ايه؟ ده بطعم الفراوله. تجربها كده دوقها. ام معز. ام معز انت ما بتعملش معايا كده يا احمد؟ في ايه اللي مغيرك؟ ام معز يعني؟ عيب. لا انت ما بتتدخلش في حاجات من دي معايا يعني. يعني في حاجات زي دي يعني ايه؟ يعني مش فاهم. يعني انت يا احمد مش بعتك يعني ان انت تقول لي على حاجات ما يعني اسيبك تمشي على حل شعرك؟ احمد احترم نفسك، حل شعري فين؟ امال ايه ده؟ يا ابني ده قلت لك انا جايباها. انت عارفه ان الحاجات دي ما بشربهاش من النسوان الشمال. احمد لو سمحت اتكلم باسلوب احسن من طب كده. امال في ايه؟ ما تظبطي انت حالك كده، بتشربي لي فيب؟ طب هات يا احمد، هات لو سمحت، هات ومش هشربها تاني. اديها لك ازاي يعني؟ هشربها بس حاجات خفيفه كده. قسما بالله انت مش ناوي تجيبها البر. احمد دي حريه بس بس شخصية. ايدك كده نتصلك بابوك. بابا عارف ايه المشكله يعني، ما بعملش حاجه غلط.
بقول له ان انت حامل لو سمحت هات البتاع بتاعتي. ماشي. اما يقول لك رايه، بس هو في الموضوع ده اللي يتكلم. اما يقول لي رايه في ايه؟ انا محدش ألو. يقول لي رايه عليا. الو يا عم حسن، كله تمام الحمد لله. معلش بس عايزك في حوار كده. انا دلوقتي دخلت في الفيلا، ببص لقيت امنيه قاعده وانت عارف ان هي حامل وماسكه فيب بتشرب. كداب يا بابا وعمال ياخد مني حاجتي. الفيب اللي هو بتاع الدخان ده، بتاع بيطلع دخان كده. ماشي خدها معاك اهي. انا مش هتكلم. كلميه بس. ايه يا بابا؟ هبقى اكلمك تاني يا بابا. هو اللي هبقى اكلمك تاني؟ هو انت مجنون يا ابني؟ كلميه دلوقتي يا نسيك طنط. احمد هو انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت ايه مشكلتك يا ابني؟ دي حريه شخصيه. هو انا عمري جيت قلت لك؟ حريه شخصيه فيها يا بنت؟ هو انا عمري جيت قلت لك بطل سجاير؟ حريه شخصيه ديت لما ما تبقيش شايل ابني. طب ماشي، ايه المشكله؟ لما ما تبقيش شايل ابني بالشبي قلت لا. لك ده مش هيأثر على الجنين في اي حاجه. لا هيأثر. يعني انت مشكلتك بس ان انا حامل؟ طب هات كده هوريك حاجه. لا ما تورينيش حاجه. هوريك حاجه. لا ما تورينيش حاجه. هوريك بس ان مكتوب عليها ان هي عادي. ايوه مكتوب عليها فين بقى ان هي عادي؟ هات. طب مكتوبه فين؟ يا بنتي ما تخليش هتعصب عليك. احمد بقول لك هي ما بتعملش حاجه. بص بتطلع دخان. ماشي طب يلا قومي هات شنطتك يلا لم هدومك يلا هنزلك طنط. احنا جايين هنا اسكندريه تصيع. لا مش هقوم، مش بمزاجك. هو انت عايز تمشي كلامك عليا في كل حاجه؟ يلا يا مايز. طب لو سمحت ما تشدنيش من ايدي. طب يلا يا طب ما تشدنيش من طب ايدي. يلا. هات لي البتاعه بتاعتي. مش جايب لك حاجات. احمد دي غاليه. قومي. دي غاليه بفلوس. طب هات لي محدش عليك فلوس تدفعي فيها فلوس. طب هات لي فلوس. ماليش فيه. لا ماليش دعوه. ماليش فيه. قومي بس. معلش ودي من مين؟ هديه من صاحبتي. اسمها ايه؟ مالكش دعوه. اسمها ايه؟ وايه اللي مالكش دعوه؟ هو انت عايز تعرف ليه؟ اسمها ايه صاحبتك دي عشان ولا ازاي تديك هديه زي دي؟ هي مدياني ايه يعني؟ مدياك بتاع بتطلع دخان. ايه يعني المشكله في الدخان؟ تأثر على اللي في بطنك. يلا يا طب ما انت ماما. بتشرب سجاير جنبي. انا عادي راجل يا يعني. بنتي ما فيش حاجه في بطني. قومي ماشي، يلا. ما انت بتشربها جنبي. قومي بس يلا. طب لو سمحت ما تمدش ايدك عليا. طب يلا قومي. طب ما تمدش ايدك عليا. طب يلا بعد اذنك انا بصي انا مش عايزه امد ايدي عليك ولا اعمل معاكي حاجه عشان اللي في بطنك، فبعد اذنك حافظي على الدنيا كده. هات لي البتاعه بتاعتي وهقوم. طب عليكي ليه بقى؟ هات لي البتاعه بتاعتي بقى. طب بس عشان انا سلفاها. ماشي فيه. عيب كده ما تصغرنيش قدام ماشي الناس. خلاص ماشي. هي بتاعت مين بقى وانا خدتها خلاص. احمد لا ما تهزرش يا احمد. هات بس. والله هات بس خدتها. عشان انا لسه هعمل بيها ماشي حاجة عقابا تانية. ليك على اللي انت بتعمليه لسه هعمل بيها معايا. حاجه تانية. ايه هتعملي بقى ايه؟ بص دلوقتي انت اللي قعدت تعمل فيها مقلب المره اللي فاتت ماشي. أيوة. فما تزعلش من المقالب يا جماعه. هو اللي بيبدا معايا الاول وهو اللي بيعمل كده. الحوارات دي هزار. ماشي ما انا كمان بهزر. ماشي ما الحوارات دي هزار يعني ما فيش واحده اصلا حامل ولا واحده اصلا محترمه بتشرب الحاجات ديت يا جدعان. ايوه يا جماعه دي حقيقه. انا عملتها بس عشان اضايقك. ماشي انا خدوا بالكم والله العظيم ما رضيت امد ايدي عليها ولا ازعلها عشان ما هي حامل. احمد بس انت هو لو أخلاقك عملت دي كده والله العظيم فوق راسي. لو عملت كده بزعل جامد. يا ابني انا اصلا عمري ما اعمل كده. انا بكلمك في حوار السجاير ان انت تبطله. هروح انا اشرب حاجات هيبقى احنا الاثنين. طب بص بقى عايزه اطلب منك طلب. انا هجيب عمر انت أيوه. هاته بقى. هاته انت ماشي واحنا ماشي. هنقعد وانا هشربها وانت ماشي. بقى لو هو مثلا اتكلم او قال ايه ده او كده انت قول عادي انت مالك ومش عارفه ماشي، ايه. ماشي. انا مراتي وصايحها طب براحتي. اقول لك ماشي؟ اقول لك على حاجه حلوه بقى. ايه؟ اخليها بسجاره مثلا. باولو ما انت يا باولو. عايزاك بقى تبان ان انت مش ان انا مش بقى راجل خالص. اوبن مايند بقى اوبن مايند بقى على الاخر بقى. مالكش دعوه يا عم ده بيتي ومراتي واللي هي عايزاه تعمله. شاطر يا احمد. انت بتفهمني من غير ما اتكلم. بس هو انا مش كده بقى عشان بس ما حدش يفهمني غلط. لا انا مش هو كده بقى يا جماعه. تعالى بس عشان عايزين نتكلم معاك في قصه كده انا ومعز. ازيك يا معز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قرب بس الامريكان شويه. قصه وكل ما فيها نفسيتي تعبانه من الشغل والله. عايزين وهي ناخد برضه اجازه نفسيتها كده ايه؟ يعني. انا ومعز هننزل اجازه عايزين نسافر يعني يومين كده اي حته. يومين ثلاثه كده بس عشان نفوق الدنيا بس بايظة على خالص حالنا معانا. فاهم. هننزل اجازه كده كام اسبوع بس نريح نفسنا. بس احنا بقالنا كتير قوي شغالين متواصل والست حامل حاجزين بس يومين دهب كده. فاهمني. انتوا نازلين طنطا ولا نازلين دهب؟ لا هننزل هنسافر طنطا دهب. يومين وبعدين بعدها هنطلع اسبوعين ده. يعني انتوا رايحين تتفسحوا؟ يعني هننزل طنطا بس نكشف ونعمل كذا حاجه كده فاهم. هنطلع على ايه؟ على دهب فاهمني. ايه ده؟ مش فاهم. شايف؟ شايف ايه؟ تشرب كده شويه يا احمد لحسن انا صدري وجعني قوي. خلاص يا عم انت هو انت هتخلصها لي ولا ايه؟ طعم ده رايق. لسه والله اصحابي كانوا جايين من بره وجايبينها لي. هي يابا هتعمل ايه بس معانا؟ في ايه؟ انت ايه؟ معلش قول تاني كده كنت رايح فين؟ هننزل طنطا يومين وبعدين هنطلع دهب اسبوعين. وتعالى معانا يعني لو عايز. يا عم مش عادي شايف يا ابني. يا عم عادي بس هي صدرها ملبش. يقولها ايه؟ ملبش. يا ابني دي بتخفف توتر الحمل وكده. الحمل بس تعب اعصابي اليومين دول. يا بدك بتشرب فاهم. ما هو بسبب ضغط الشغل يا عم عمر. انت ضغط الشغل موصلنا لحد فين؟ هننزل بقى طنطا يا عم قلت لك نريح يومين كده وهنطلع دهب اسبوعين. نشرب حجرين فاهم. سيجارتين. نشرب حجرين. ايوه يا عم انا ومعز انت عايز ايه؟ انت عارف ان هي بتشرب ايوه يا عم على طول بنشرب مع بعض. على طول بتشرب مع بعض. ايوه إيه، تخليه يجربها جرب يجربها. كده. لا مش عايز انا واشرب. تشرب يمكن تعجبك. ده مستورده يا عم. يلا وحياة ربنا لسه جايه من بره مصر. هي حامل وبتشرب وانت عارف
ايوه يا عم عارف فيها ايه يعني، مش فاهم المشكله يعني. وانت هتطلع تلاقي بقى دهب وتقعدوا على البحر بس، هي تقعد تشيش نجيب كل واحد حجر ونقعد نضربهم على البحر، ايه مشكلتها؟ وهي بالنقاب كده ترفع النقاب وتقعد تشرب الشيشه. لا مش هترفع، ترفع ايه؟ لا ترفع ايه؟ انت شايفني ازاي؟ انا شايفك كده الصراحه. هو ايه ده؟ انت مش إزاي قلت لي يعني؟ لا ثانيه ايه بس علاقه كده. كده بالدخان؟ لا استنى يا عمر، طب بلاش انت بدون قلت لي نقاب هتشيل بقى. النقاب وكده كده محدش هيعرفني. صحيح، ما هو عادي لو شايف النقاب ايه المشكله؟ عادي؟ انا في هناك مش هيبقى في تصوير بقى، مش هنصور فيديوهات ولا هننزل حاجه خالص. طب احنا في دهب عادي. والحجاب ايه وضعه؟ يا ابني. هتشيله بالمره. لا يا عم سايبة كده بقى انت ايه؟ انت هتهلس ابقى بشعري ايه يا كده، عمر؟ انت في إيه؟ هتهلس. ايوه صح. لا بس ازاي طبعا قلت كده صح. انت فاهم؟ ما اسمحلكش ايه تتعدى حدودك، واحد ومراته ما تتدخلش ما بينهم يا صاحبي. دلوقتي بكلمك فيه شغل، ما تدخلش مواضيع في بعضيها وتفكر ان انا ايه عشان فتحت لك الباب وبتكلم معاك تتدخل. وانت بتصور وتطلع بس تشرب وانت هي تطلع في التصوير كده برضه؟ تصوير ايه يا عم بقى؟ ايه اللي دخل ده في ده اصلا؟ مش انت بتقولي الشغل ومش الشغل. احنا بنتكلم في الشغل دلوقتي، بقول لك عايزين نريح من الشغل. هي بتشرب احنا في الشغل في قدام اوضتنا، الناس. فاهم؟ قدام الناس قدام احنا الناس بنعمل نفسنا بالنقاب كاننا محترمين، مفيش انما احنا من حاجة. ورا. انكم محترمين ايه؟ ما انت بتشرب وسجاير في الفيديوهات عادي. ما هو انا عادي بشرب سجاير عادي، انما يعني هي بتعمل نفسها كانها ايه ما بتشربش حاجه. انا مش هينفع اطلع يعني اطلع قدام الناس بالصوره براحتنا دي. بقى، فاحنا في اوضتنا بقى مثلا او في شقتنا او كده بخيالنا، او على في البحر فيلتنا مثلاً. بخيالنا، على بحرنا بخيالنا. طالما مفيش تصوير ومحدش يعرفنا، البلد محدش يعرفك فيه، معروف. مش عارف، بس انت المفروض يعني انت المفروض يعني انت راجل ابوك يعني المفروض ان هو انت ابوك يعرف حاجه عن الكلام ده ولا امك تعرف ان هي بتشرب والكلام ده ولا؟ ابويا وامي ها؟ يا ابني ايه اللي دخلهم في حياتنا؟ يا عمر ما دي حريه شخصيه، ماشي بس يعني انتوا بتعمل كده قدامهم، بتشرب قدامهم كده وبتاع. ما ينفعش نعمل كده قدام الناس. الشغل غير الحياه بقى، فاهم يعني؟ في الشغل ده تفريغ احنا عن لازم النفس نطلع كده يعني. نطلع ان احنا ايه كويسين وما بنعملش الغلط وكده، انما في الحياه بقى بتاعتنا عادي زي ما انت شايف كده. إيه احمد عادي خلصت. بنعمل اللي في خيالنا. يبقى اشحنها لي بقى والنبي حاضر عينيا. عشان مش معايا الشحن. مش هنهلا بقى. نعم. هنهلا احطها فيها يا اسطى انت هلس عليه. ماشي يا عم، دي حريه شخصيه، انا اوبن مايند. هو مين اللي بيحكم عليا دلوقتي مش يعني؟ فاهم انا. وبعدين انت بتحكم على اساس ايه يعني؟ وهتقلع نقاب وهتنزل انت بتحكم على اساس ايه؟ انت ايش دخلك؟ المفروض واحده حامل المفروض اصلا ما مالكش تشربش. دعوه يا عم، يا ابني مش لا ما ده ليه. امن مالكش عم دعوه. ده هو آمن. الدكتور مأكد ان هو عادي، الدكتور قال لها تشرب من ده؟ قال لي ده هيخفف بص انت التوتر بتهلس. والاسترس اللي عندك. او تقريبا في حاجه في دماغك. الدكتور قال ان دي عادي، قليل منها عادي، انما كثير بقى منها مضر. السجاير مثلا الانواع لا، الحشيش مثلا لا. ده ليه لا ليه وماله ما تشربها حشيش؟ لا دي بقى ده بقى يأثر مخدرات بقى. لا بقى. ده يأثر على الجنين. مخدرات لا. دي عشان يطلع عامل دماغ رباني كده. لا يا لا قبل الحمل ماشي مثلا، لكن دلوقتي احنا مش هينفع. بعد ما اولد بقى ان شاء الله نطلع بقى نتقابل الحمل بقى. بس مخدرات لا، مخدرات لا. ايوه انا احنا جدع. في الغالب مخدرات لا، ليه لا بقى؟ عشان في قوانين الحكومه لو مسكتنا احنا بنشرب مخدرات هتحبسنا. بس يعني انت بتخاف من الحكومه بس ما بتخافش من ربنا. خاف من ربنا انت طبعا. ايه ما يعني انت بتعملش انت ذنوب؟ بتدمر صحتك دي انت يعني. ما بتعملش ذنوب بس ما بتشربش حاجه يعني. بتتوب. ماشي بس ما بتشربش عادي حاجة بقى، مضرة. وكل واحد وغلطه. ايوه باب التوبه مفتوح لحد ما القيامه تقوم. كل واحد وغلطه بقى. في ناس بتغلط مثلا بتشرب وانتوا ضامنين بقى ان انتوا هتعيشوا لغايه يوم القيامه. ان شاء دخلني في حاجات ليه الله ربانيه دلوقتي يا عم عمر؟ ولا دخلني دخلك في ايه؟ الدين ليه؟ عادي دخلنا يعني، خلينا نتكلم في الواقعيه في الشغل بتاعنا. كل واحد ما بينه وما بين ربنا دي حاجه تخصه. وبعدين احنا يا عمر جايين عمالين نقول لك نفسيتنا تعبانه وعايزين نسافر، هتقعد بقى تكلمنا في الدين وتقطم فينا، طيب يعني انتوا عايزين ايه دلوقتي؟ عايزين تسافروا؟ وعايزين ناخد اجازه يعني شويه كده. طيب توكلوا على الله، اجازه سعيده. ويا ريت ما ترجعوش خالص بقى. ازاي يعني؟ يعني سافروا وما ترجعوش دي تاني. فيلتي، ايه اللي ما ترجعوش؟ اشتريها انا. تشتريها من مين؟ احنا ما بنبيعش. ولا انت بقى شكلك الوضع الجديد بتاعنا مش عاجبك؟ انت فكر ان انت تشترينا بفلوسك يعني ولا ايه؟ ده هيحكم علينا عشان احنا شغالين سوا ولا ايه يا احمد؟ وانت ايه يا عم؟ انت عبيط. انت مكانك هنا في الجنينه اصلا، احنا نعمل اللي احنا عاوزينه. ليس سبونج بوب اللي كان من بنين. والا في ايه يا عم؟ ماشي وانا بفكر كلام بس مش عاجبك بستوعب. باين. توجع في حاجه معاك؟ هات لي يا عم الشيشه حرق دمي. بدل ما عايز هتلاقي فيها نفسيه. احنا ما زلنا انت خلاص طبعا. لا فيها نفسين والله. لا دخانك حاسب عليه نفسك. طيب ماشي يا احمد ماشي دخان خلاص ما تجيش عليه. خلاص حبيبي ماشي خلاص. انت خلي بالك من نفسك وخلي بالك من ام عز، وروحوا وتعالوا ان شاء الله وانا مستنيك. هحرس لكم الفيلا حبيبي يا مش ام عز. هتطلع معانا؟ انتوا روحوا انتوا هيصوا اجازه سعيده، وان شاء الله لما تيجوا تستنيكوا جميع انواع المفاجآت. ما دام الفيلا بتاعتك بقى. لا حبيبي يا عز. ما قلتلكش على حاجه اخيره. انت تشتغل في الفيلا دي لحد ما نرجع. ماشي ده القرار من مين؟ مني انا، منك انت؟ صاحب الفيلا. ماشي هتقفلها؟ مش ليها سور؟ لا ما هو في كلاب. ماشي مش مشكله. ماشي ماشي حبيبي يا ابو عز، روح تيجي بالسلامه بس ما تزعلش مني ها. ازعل منك ليه؟ عشان بقى لما تروح وتيجي يبقى ممكن يجي ما تلاقيش الفيلا ولا حاجه. اخويا حبيبي، اخويا حبيبي، حبيبي يا ابو عز. حبيبي كله تمام. صورت المقلب كله تمام. انا ما اعرفش هو ايه اللي هو عمله ده قام مشي عادي، ما اتكلمش، ما عملش اي حاجه. ما بتتصل. المفروض ده اشوف عايز ايه. الو يا ماما عامله ايه؟ الحمد لله. ايه؟
ايه يا ماما الكلام ده؟ لا مفيش حاجه من دي حصلت، ده احنا كنا بنهزر معاه. لا مفيش الكلام ده طبعا. او انت تعرفي عني كده يا ماما؟ هو ليه حق؟ لا ده تليفونه هنا. طيب يا ماما ماشي خلاص هكلمك تاني. ماشي مع السلامه يا عم، انت فرحتني. انا اللي فتحتك؟ ماشي انت اللي عملتي المقلب يا بنتي، فكرتك انت يا فكرتي انا. انت اللي اتصلت بابويا. ايه يابا؟ انت عمال تخبط وترزع عليه كده عشان ماشي رايح فين بس؟ استنى. ماشي يا عم هروح. طب استنى طيب. لو معاك مثلا موبايل. ماشي يا عم. انت زعلان من حاجه يا عمر؟ استنى بس. لا رزع على ايه؟ امال في ايه؟ يا عم هاخد العربيه مش هتوصل فين؟ ايه ولا كمان ورايا حلوه. هعمل ايه؟ استنى بس من النهار يطلع ده. يا ابني النهار طالع اهو يا ابني، انت بالليل. مبرشم ولا ايه؟ لا عشان اعرف اسوق. ليه هيجي يا اسطى؟ يا عشان اعرف اسوق. ليه؟ لما بالليل يجي يا اسطى. مش فاهم ايه اللطافه في كده يعني، مش فاهم انت كده لطيف. ايوه يا عم كده لطيف. امال انت مفكر ايه؟ انت اصلا اللي مقضيها مقالب، مش انت اللي بتبدا الحوارات. ماشي طب بالك انا رنيت على امك عرفتها بقى، فرن عليها فاهمها. انت اللي قلت، هو اللي ارشد علينا. انا اتصلت بقى قلت لها عشان خاطر قلت لك خدي بالك عشان الجنين اللي هيجي ده هيجي مشوه. يا عم بعد الشر يا عم. تاني انت بتقول ده يا عم عمر، احنا كنا بنهزر يا اسطى. يا ابني ما في الافلام بيقول لك الدخان بيشوه الاطفال وبيشوه الاجنه وبيخلي الواد طالع بثلاث رجول وبايد واحده. يا عم وانت اصلا هو انت مفكر ان ام عايز اصلا ممكن تشرب حاجه زي كده اصلا؟ ده بخار كنا ميه. بنهزر يا طب اسطى. يلا عايزين حاجه بقى؟ عايزين حاجه فين بقى انت؟ يا اسطى احنا كنا بنهزر بقول لك بقى يا اسطى. وانت قاعد فين؟ قاعد في العربيه ليه؟ جبت المفتاح من ايه؟ يعني ايه هتمشي برضه؟ خلاص انا معاه ما تقلقش انا معاه. اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام. مش سلام.